تكملة لسلسلة فيزا رايزون الممتازة جدا، واللي بصراحة نفعت معايا على كل المواقع اللي أنا اشتغلت عليها. أنا مش بقول كل المواقع، لكن المواقع اللي جربتها عليها قبلت عليها. فيزا رايزون لو أنت سجلت من الرابط اللي في وصف الفيديو وحطيت الكود اللي ظاهر قدامك، بينزل سعرها ما بين 1 ل 2 دولار بدل 10 دولار، وصالحة لمدة 5 سنين، شغالة معاك على 90% من المواقع الدولية، وقبولها العالمي اوسع بكتير من فيز التانية. في الفيديو ده برضو هجربها لكم على مواقع تانية ونشوف برضو قبولها عامل ازاي. المميز بقى ان هم عاملين عرض حلو جدا الفترة دي، ان انت لو جبت الفيزا وصرفت اكتر من 50 دولار شهريا باستخدام الفيزا، بتدخل سحب، ممكن تكون احد الفائزين. والفائز الاول بياخد 500 دولار، والفائز التاني بياخد 300 دولار، والفائز التالت بياخد 200 دولار. فطبعا الموضوع ماشي بشكل انت وحظك، يعني انت لو صرفت كده كده في اي حاجة انت محتاجها، فانت ممكن تكون احد الفائزين. ومش شرط تكون مشترك في اي باقة، يعني انت لو في الباقة العادية اللي هي المجانية، فانت كده كده هتدخل في العرض. لو باقة اعلى يبقى تدخل في العرض وتاخد كاش باك. فيعني بصراحة الموضوع كله مميزات. يلا بينا على طول لتجربة الفيزا على موقع ولا موقعين كده، ونشوف الدنيا ماشية ازاي ورأيي فيها ايه. لايك حلو منك واشتراك في القناة، ويلا بينا على الشرح العملي. طبعا تجربتنا الاولى في الفيديو ده هنجرب الفيزا بتاعت رايزون على برنامج كاب كات. انتوا عارفين انه برنامج كاب كات من افضل البرامج اللي الناس بتستخدمها في المونتاج، والناس كتير بعتت لي عندها مشاكل في طرق الدفع فيه. فانا هجرب كده تجربة شراء عرض الشهر في كاب كات، ونشوف هتقبل بفيزا رايزون ولا لا. مبدئيا كده اول ما بدخل على تطبيق كاب كات، انا طبعا هختاره من الكمبيوتر، مش هدفع بجوجل بلاي، انا هدفع من جوه التطبيق. بعد كده هختار من فوق ان انا هشتري النسخه الاعلى. بعد كده هنا شهريا بيقول لي ب 100 جنيه وسنويا ب 1000 جنيه، فانا هختار النسخه بتاعه الشهريا واضغط على جراب الاوفر ناو. بعد كده هنا بياكد عليا البيانات وبيقول لي حط ال 16 رقم بتوع الفيزا والرقم السري وتاريخ الانتهاء. زي ما انتم شايفين بعد ما حطيت التفاصيل وكتبت اسمي بالكامل، ضغطت هنا على بي. زي ما انتم شايفين في خلال ثواني بسيطة حمل معايا، تم الموافقة على عملية الدفع وتم خصم المبلغ بالكامل من فيزا رايزون. بالتالي فيزا رايزون بصراحة ما يعني تخليش كل حاجة بتدفعها ما شاء الله. التجربة التانية معانا هتبقى على اعلانات جوجل الممولة. كل المطلوب منك تدخل على حسابك الاعلاني، تضغط على اد فاندز. لو عندك فيزا تانية بتيجي تضغط هنا على تشينج، وبعد كده تضغط هنا على اد كريدت او ديبت كارد، تحط بيانات الفيزا بتاعتك اللي هي بتاعت فيزا رايزون زي ما انتم شايفين كل التفاصيل. وبعد كده بتضغط هنا على سيف وبتختار المبلغ اللي عايز تدفعه. وانا هجرب مثلا ادفع هنا 600 جنيه، وبعد كده هضغط هنا على كونتينيو. زي ما انتم شايفين في خلال ثواني بسيطة تم خصم المبلغ، وزي ما انتم شايفين من جوه تطبيق رايزون المبلغ اتخصم بدون اي مشاكل. وبالتالي فيزا رايزون شغالة معانا زي الفل. وزي ما انا قلت لكم، انا بيتحسب لي كده انا صرفت من هنا كام وصرفت من هنا كام، واجمالي مدفوعاتي لو عدت ال 50 دولار بدخل على سحب، والكسبان بياخد 500 دولار، التاني بياخد 300، والتالت بياخد 200. كسبت تمام، ما كسبتش خلاص مفيش مشكلة، وساعتها انت برضو هتبقى استفدت بفيزا ممتازة. ما تنسوش تحطوا الكود اللي ظاهر قدامكم طبعا بعد التسجيل اللي بالرابط اللي في وصف الفيديو، عشان ينزل لكم سعر الفيزا لواحد او 1.5 دولار، وتبقى صالحة معاك لمدة 5 سنين. لايك حلو منك واشتراك في القناة، ان شاء الله مش اخر فيديوهات. وقولوا لي كده الفترة الجاية عايزين تطبيقات ايه تانية اجرب فيزا رايزون عليها عشان تبقوا مطمنين ليها. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.